سيداتي وسادتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم في ميل نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، والمستهل بأبرز العناوين. دعوة لإدخال الأطفال إلى المدارس في السن الدراسي المحدد في مديرية دبارة. تنظيم دورة تأهيلية حول سلامة وصحة المرأة في مديرية حجات. تطور خدمات رعاية الأمومة والطفولة في رفايله. كيم يشترط التخلي عن وهم نزع السلاح النووي للحوار مع أمريكا. طالبان ترفض مطالب ترامب المستحيلة باستعادة قاعدة باغرام. مودي يدعو الهنود إلى مقاطعة المنتجات الأجنبية ودعم الصناعة الوطنية. السلام عليكم ورحمة الله. جرت مسيرة يوم 20 من سبتمبر الجاري بمدينة دباروة تهدف للتوعية بشأن تلقي المواطنين الذين تخلفوا عن المقاعد الدراسية لأسباب مختلفة للخدمات التعليمية. وأوضح مسؤول مكتب التعليم بالمديرية الأستاذ تيدروس أبراهام في كلمته بتخلف 1069 طالبا من المقاعد الدراسية من أصل 26 ألف طالب سجلوا في المدارس في العام الدراسي المنصرم، مذكرا المجتمع لتعزيز دوره في هذا الشأن، خاصة وأن الأطفال يفترض أن يحصلوا على فرص التعليم في سن مبكرة من عمرهم وتكوين ذاتهم مستقبلا. وأضاف الأستاذ تيدروس إنه من الضروري العمل بجد لتقييم التفاصيل والعملية في العام الدراسي 2024-2025 وإصلاح الأخطاء التطبيقية والتطلع نحو تقدم وتوسع الخدمات التعليمية. وتم في الختام إيقاد شعلة بدء العام الدراسي 2025-2026 رسميا. نظمت وزارة الصحة ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية والاتحاد الوطني للمرأة دورة في مديرية حجات في الفترة من 17 وحتى 19 من سبتمبر، هدفت لمكافحة العادات الضارة لضمان سلامة وصحة المرأة. وتفيد الأنباء الواردة أن الدورة شارك فيها ممثلو لجان التوعية الصحية القروية قادموا من 14 إدارة ضاحية ومسؤولي المؤسسات الصحية والإداريين إلى جانب شركاء العمل. وإن الدورة ركزت على الأضرار الصحية والنفسية للممارسات الضارة وزواج القاصرات ومحاربتها، إلى جانب ضمان حقوق الطفل برفع الوعي والمعرفة المجتمعية عنها. وذكر مقدمو المحاضرات المشاركين بأهمية لعب دورهم بجدية في هذا الصدد. وقدم مدير عام قسم الخدمات الاجتماعية ومسؤول لجنة برامج مكافحة ممارسات ختان الإناث وزواج القاصرات وحقوق الطفل في إدارة إقليم عنسبة العقيد تصفازي هنجرماي كلمة حث فيها الإداريين والشركاء إلى تعزيز دورهم لتنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة. قال مسؤول المركز الصحي في رفايله بمديرية فرو الممرض عبد الله حمد إن تغطية التطعيم في المركز الصحي ارتفع إلى 95% في عام 2025. وذكر بأن عدد الحوامل اللواتي يلدن في المرافق الصحية ارتفع بنسبة 31%، وعدد الحوامل اللواتي راجعن المرافق الصحية ارتفع بنسبة 9.2% مقارنة بالعام السابق. وأشار إلى استمرار حملات نظافة البيئة وحملات مكافحة الملاريا. ودعا مدير إدارة ضاحية إرفايل السيد محمد علي قعس والسيد محمود شوم عضو لجنة الصحة بالقرية إلى إيجاد حلول للنقص في المرافق الصحية بشكل عام وفي خطوط المياه والإسعاف بشكل خاص. ويقدم مركز إرفايل الصحي خدماته لسكان إدارة ضاحيتي إرفايل وقبقب وسالة. قام عمال القطاع العام في مديرية أمن حيلي بصيانة الطريق الممهد الرابط بين أمن حيلي وعد بحيله. وأشار المشاركون إلى أن النفير تم تنظيمه للتخفيف من إشكالية حركة المرور في الطريق الذي تضرر جراء السيول وتأثيره السلبي على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية لسكان 9 ضواحي في المديرية. يبلغ طول الطريق 30 كيلومترا، وهو طريق حيوي يخدم سكان 80% من سكان مديرية أمن حيلي. استشهد المناضل عبد الله محمد علي نفع في 20 من سبتمبر عن عمر ناهز
72 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل عبد الله بصفوف جبهة تحرير إريتريا في عام 1973، ثم انضم إلى صفوف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا مع القيادة المركزية لجبهة التحرير ساقم في عام 1987، وناضل ضمن الوحدات القتالية ووحدات مختلفة من الثورة الإريترية. المناضل عبد الله محمد علي رب أسرة وأب ل3 أبناء، وقد أوري جثمانه الثرى ظهر يوم أمس 21 من سبتمبر في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب شركة موسى علي للبناء والتنمية عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل عبد الله محمد علي، وتعزي ذويه ورفاقه المقاتلين. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأنه منفتح على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في المستقبل إذا تخلت واشنطن عن مطلبها بأن تنزع بلاده سلاحها النووي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن كيم قوله: إذا تخلت الولايات المتحدة عن هوسها الواهم بنزع السلاح النووي ورغبت بناء على إدراكها للواقع في التعايش السلمي معنا، فلا يوجد سبب يمنعنا من تحقيق ذلك على حد تعبيره. بجهته قال رئيس كوريا الجنوبية لي جاي بيونغ إن بلاده ستقبل اتفاقا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حول تجنيد بيونغ يانغ ترسانتها من الأسلحة النووية بدلا من التخلص منها. وكانت كوريا الشمالية أعلنت نفسها قوة نووية وتعهدت بعدم التخلي عن أسلحتها أبدا، وفشلت المحاولات السابقة للتفاوض بهذا الشأن، ورفضت بيونغ يانغ منذ ذلك الحين جميع الدعوات للعودة إلى المحادثات. رفضت طالبان أفغانستان تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحصول أمور سيئة إذا لم توافق على مطالبته بإعادة قاعدة باكرام الجوية إلى الولايات المتحدة بعد 4 سنوات من الانسحاب الأمريكي الفوضوي من بلادهم. جاء ذلك بعدما كتب ترامب عبر منصته أنه إذا لم تعد أفغانستان قاعدة باكرام الجوية إلى أولئك الذين بنوها، أي الولايات المتحدة، فستحدث أمورا سيئة، من دون أن يوضح العواقب التي يمكن أن تفرضها إدارته أو طبيعة المحادثات التي يجريها مسؤولون أمريكيون مع القادة الأفغان بشأن العودة المحتملة للأمريكيين إلى أفغانستان. وردا على ترامب قال قائد الجيش الأفغاني فصيح الدين فطرت: أخيرا قال البعض إنهم دخلوا مفاوضات مع أفغانستان لاستعادة قاعدة باكرام الجوية، مضيفا أن الاتفاق حتى على شبر واحد من أراضي أفغانستان مستحيل، لسنا في حاجة إليه على حد تعبيره. دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مواطنيه إلى مقاطعة المنتجات الأجنبية والاستعاضة عنها بالمنتجات المحلية، وذلك في إطار حملته لتعزيز الاكتفاء الذاتي على خلفية التوتر التجاري مع واشنطن. وجاءت دعوة مودي بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50% على بضائع بلاده عقابا على شرائها النفط من روسيا. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن واردات الهند من النفط الخام الروسي شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغ نصيب النفط الروسي من إجمالي واردات الهند نحو 35 إلى 40% في عام 2024، مقارنة بنسبة 3% فقط في عام 2021. ويعد سوق الهند الذي يضم 1.4 مليار نسمة سوقا رئيسيا للسلع الاستهلاكية الأمريكية. توسع انتشار العلاقات التجارية الأمريكية حتى وصل إلى المدن الصغيرة. وصل إلى العاصمة الصينية بكين وفد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي يضم ممثلين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإجراء محادثات رسمية مع كبار المسؤولين الصينيين. وتأتي الزيارة في إطار جهود متزايدة من الجانبين لتثبيت العلاقات الثنائية وخفض حدة التوترات المتصاعدة بين البلدين، في زيارة تعد الأولى من نوعها منذ عام 2019. ووفقا لتقرير إعلامي مشترك أصدرته السفارة الأمريكية في الصين،
من المقرر أن يلتقي الوفد مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في قاعة الشعب الكبرى في لقاء يتوقع أن يتناول ملفات حساسة ومتشابكة تتراوح بين الخلافات التجارية والقيود الأمريكية على تصدير رقائق أشباه الموصلات وملف ملكية تطبيق تيك توك، فضلا عن الأنشطة الصينية في بحر الصين الجنوبي والقضايا المتعلقة بتايوان التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها. ختاما لنشرة الأخبار سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. دعوة لإدخال الأطفال إلى المدارس في السن الدراسي المحدد في مديرية دباروة. تنظيم دورة تأهيلية حول سلامة وصحة المرأة في مديرية حماد. تطور خدمات رعاية الأمومة والطفولة في إيرافايل. كيم يشترط التخلي عن وهم نزع السلاح النووي للحوار مع أمريكا. طالبان ترفض مطالب ترامب المستحيلة باستعادة قاعدة باغرام. مودي يدعو الهنود إلى مقاطعة المنتجات الأجنبية ودعم الصناعة الوطنية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.